ما خلاص يا جماعه بقى، ده انا الشياط واصل لي لهنا. ريحه الشياط اللي طالعه من 100 عقبه بعد مباراه الاهلي والمصري امبارح واصلاني لغايه هنا. في ايه يا جماعه؟ ايه كميه الحرقان ده وايه كميه الغل والحقد دي؟ يا جماعه خلاص كفايه والله. في حريقه في 100 عقبه بعد مباراه الاهلي والمصري وبعد فوز النادي الاهلي على النادي المصري. طالعين يقولوا النادي المصري ليه ضربه جزاء والنادي المصري اتظلم وفي ضربه جزاء على محمد الشناوي، والنادي الاهلي شفتوا النادي الاهلي بيكسب ازاي؟ النادي الاهلي بيكسب بالتحكيم، ومحمود البنا اهلاوي. محمود البنا اهلاوي. محمود البنا اللي حكم مباراتين اهلي وزمالك، في المباراتين حسب ضربتين جزاء لنادي الزمالك، في كل مباراه حسب ضربه جزاء لنادي الزمالك وما حسبش حاجه للاهلي. ده بقى اهلاوي. محمود البنا اللي في الشوط الثاني من مباراه الاهلي والمصري امبارح لو ركزت معايا كويس هتلاقيه حاسب فوق ال10 فاولات للنادي المصري على حدود منطقه الجزاء. انت متخيل فريق بيتحسب له 10 فاولات على حدود منطقه الجزاء في مباراه في شوط واحد؟ حتى مش في مباراه، مش في 90 دقيقه، ده في شوط واحد بيتحسب له 10 فاولات على حدود منطقه الجزاء. محمود البنا كان عايز يرجع المصري امبارح للمباراه باي طريقه وحاول بكل الطرق، ده غير طبعا كميه الكورنرات، بس الكورنرات مش هنتكلم فيها، ولكن كميه الفاولات الاوفر اللي حسبها محمود البنا امبارح دي بتوضح فعلا ان هو اهلاوي، دي بتوضح فعلا انه ما كانش عايز يرجع النادي المصري في المباراه. اتفرج كده على اي مباراه في الدوري الانجليزي، في الدوري الاسباني، في الدوري الايطالي، في اي دوري هتلاقي فريق بيتحسب له 10 فاولات على حدود منطقه الجزاء في شوط واحد في 45 دقيقه. ما اعتقدش هتلاقيها. ده محمود البنا بتاع امبارح اللي جامل الاهلي وظلم المصري. بقى واحده واحده كده معايا نشوف المصري ليه ضربه جزاء في مباراه الاهلي ولا الكلام دوت مش حقيقي. الكرة كانت ملعوبة بالعرض، وقبل الشناوي ما تفلت الكرة من ايده في فاول واضح عمله فخر الدين بن يوسف على يحيى عطية الله. فخر الدين بن يوسف زائق يحيى عطية الله. فاول واضح جدا ما حسبوش الحكم محمود البنا. بعد كده الشناوي حاول يمسك الكرة فلتت من ايده، حاول فخر الدين بن يوسف ان هو ياخدها والكرة طبت في الارض وخبطت في صدر فخر الدين بن يوسف، ولكن الشناوي في الأثناء دي فعلا حط إيده على فخر الدين بن يوسف. ولكن لو ركزت في اللقطة كويس هتلاقي إن فخر الدين بن يوسف كان مستني أي تلامس يحصل من الشناوي علشان يقع في مكانه ويتحسب له بلن. واضح جدا يا جماعة إن فخر الدين بن يوسف وقع في مكانه. ما هو أنا لو أنا ارتكب معايا فاول أو الشناوي زقني أو الشناوي مسكني هيزقني لبعيد شوية، لكن واضح جدا السيميوليشن اللي عمله فخر الدين بن يوسف في الكرة دي، فالكرة دي فيها سيميوليشن واضح جدا يا جماعة. يا دوبك الشناوي لمسه كده قام على طول واقع في مكانه، زرع بوصل زي ما بيقولوا، وقع في مكانه على طول عشان الحكم محمود البنا يحسب له ضربة جزاء. فلو الحكم محمود البنا هيحسب دي ضربة جزاء مع انها كرة اساسا لا ترتقي انها تكون ضربة جزاء، لو هو هيحسب دي ضربة جزاء كان اولى بقى يحسب الفاول في الكرة اللي قبلها على طول اللي عملها فخر الدين بن يوسف مع يحيى عطية الله. هو ولا حسب دي ولا حسب دي، لان الالعاب دي العاب عاديه يا جماعه بتحصل في كره القدم، وانا مش بلعب لعبه سوفت، انا مش بلعب لعبه ما فيهاش احتكاكات. لعبه كره القدم لعبه خشنه، لعبه رجاله من الاخر، يعني فيها نسبه من الاحتكاكات، والاحتكاكات دي مسموح بيها في كره القدم. وبعدين لو لاحظت كمان معايا في اللقطه هتلاقي الشناوي حط ايده على فخر الدين بن يوسف وشالها بسرعه جدا، ملحقش حتى يعمل اي فاول مع فخر الدين بن يوسف، والكرة اوريدي كانت تحت رجل فخر الدين بن يوسف. لو كان عايز يشوطها طب ما كان شاطها، يعني محدش منعه ان هو يشوط الكوره، ولكن هو اختار الحل الاسهل. وواضح ان هو كان متاكد ان محمود البنا هيحسب له ضربه جزاء، لكن دوت ما حصلش. علشان كده كل الهيجان اللي حاصل في الاعلام من امبارح وفي سوشيال ميديا الزمالك والحرقان اللي عندهم الغريب اللي اتجاه النادي الاهلي وحاله الشياط اللي ريحته واصلاني لغايه هنا من امبارح لغايه دلوقتي لسه مستمره في 100 عقبه، وكله بقى نازل دلوقتي بصوره الحكم محمود البنا بتشيرت النادي الاهلي على اساس بقى ان هو اهلاوي وكده. يا ريت الزملكاويه كده يهدوا علينا، خلاص مباراه انتهت، خلاص احنا بقينا في صداره الدوري رسمي، خلاص احنا ان شاء الله باذن الله مش هنفوت الدوري ده. واهدوا كده شويه وانصحكم تحطوا كيناكومب عشان الكيناكومب بيريح وبيهدي. سلام عليكم.